مساء الفل. قاعدين احنا هنا في مصر ومش عارفين اللي بيحصل حوالينا، ومش عارفين ان ولادنا المصريين في الخارج عاملين احلى شغل. هقول لك ليه. من اسبوعين بالظبط العالم كان مقلوب ليه. هقول لك مقلوب ليه. في بنت امريكيه عندها 19 سنه وكانت تعاني من ورم خبيث او ورم سرطاني خبيث ملتصق في المخ. بس فين؟ في المخ، في المخيخ. ملتصق بالمخيخ، ملتصق بالمخيخ والنخاع الشوكي من هنا، من ورا كده، من عند الرقبة. تمام. الاطباء احتاروا، اطباء العالم كله احتاروا وقال لك احنا عايزين نفتح فتحة عادية عشان نوصل للمخيخ هنا، وده صعب جدا. عشان تفتح فتحة عادية وتوصل للمخيخ هنا او تفتح من هنا، ممكن يا اما تصيب المخيخ لا قدر الله، يا اما تصيب النخاع الشوكي ويحصل لها شلل رباعي. ممكن كان بقى في دكتور استشاري او بروفيسير موجود في جامعة اسمها جامعة ميريلاند. الدكتور ده اسمه البروفيسير محمد لبيب. عمل ايه بقى البروفيسير؟ قال لك لا، انا هدخل بحاجة ما عملناهاش قبل كده. هدخل واوصل للمخيخ بحاجة ما عملنا، بطريقة ما اتعملتش قبل كده. ايه هي بقى الطريقة؟ دخل آلات من جنب العين عشان يستأصل المخيخ، الورم اللي على المخيخ. تمام. قعد 19 ساعة في العمليات، والحمد لله بفضل الطبيب المصري وبفضل ربنا طبعا اول واخر، البنت تم استئصال منها الورم الخبيث تماما ورجعت احسن من الاول. الدكتور البروفيسور اسمه محمد لبيب في جامعة ميريلاند. عشان بس تصدقوا لما بنقول ان الطب اصله مصري.